اشتركت الفنانة الجميل شادي صوت مصر والسندريلا سعاد حسني معا في فيلم الطريق، وشاركهم النجم رشدي أباظة. ولما كانت السندريلا قد نالت الشهرة وعرفها الجمهور بعد ظهورها في فيلم حسن ونعيمة والي، كان سبب في أن انبز نجم سعاد حسني في سماء السينما المصرية، حيث كتب شهادة ميلاد فنية لنجمة جديدة ومختلفة عن كل من سبقها، وأصبحت الورقة الرابحة في بطولات سينمائية عديدة ومختلفة، خاصة أن سعاد حسني تمتلك مواهب عديدة في التمثيل والغناء مع حضور طاغي، وهذه الشمولية لم تكن موجودة كلها في نجمة واحدة قبل سعاد حسني سوى الفنانة الكبيرة شادي، التي كانت تحبها السندريلا كثيرا وتعتبرها مثلها الأعلى فنيا. فمن المفارقات الجميلة أن هناك 3 أفلام اعتذرت عنهم شادية لظروف خاصة بها وتم إسنادهم لسعاد حسني، فكانت هذه الأدوار هي أهم ما قدمت سعاد حسني على الإطلاق: فيلم القاهرة 30 1966، فيلم الزوجة الثانية 1967، وفيلم الحب الضائع 1970. وقبل هذه الأفلام كان هناك فيلما واحدا جمع بين شادي وسعاد حسني، فيلم الطريق 1964. وبمجرد علم سعاد حسني بأنها ستقف أمام شادي في هذا الفيلم طارت من الفرحة والسعادة، ووقعت على عقد الفيلم دون النظر لحجم دورها وقبل قراءة السيناريو نقطة. ولما علمت بأن سيناريو الفيلم لن يجمع بينها وبين شادية في أي مشهد بكد، وأنهارت حتى كادت أن تترك الفيلم وهو لا يزال في مقدمة التصوير، وذلك حبا في الفنانة شادية التي كانت تعتبرها نجمتها المفضلة ومثلها الأعلي نقطة في الفن. فلما علمت شادي بهذا الأمر جاءت لها في يوم غير أيام تصويرها وظلت معها معظم أيام التصوير، وقالت لها شادية تتعوض في أفلام تانية، وبكل أسف لم يجتمع معنا في أفلام أخرى رحمهم الله راحتان مفتوحتين. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة.